السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستكمل حل تمارين 5 ألف من الباب الخامس. تمام. أول سؤال يقول لي احسب قيمة النهايات الآتية عند إن كان لها وجود. إن كان لها وجود. تمام. ندرس النهاية. كيف قلنا النهاية احنا نجي نعوض عن قيمة السين يعطيه لي. أول حاجة طلبة عندي ألف. عندي ألف شو يقول نهى. تمام ولا س تؤول إلى الصفر. تمام ولا عندي المعادلة 2 س تربيع زايد 5 س ناقص 3. تمام ولا اوكي. قلنا احنا هنا يا طلبة ينجي نعوض عن قيمة س. يجي نوزع شنو؟ نوزع النها داخل القوس. تمام ولا نوزع النها داخل القوس. احنا نجي نعوض عن قيمة السين وين؟ داخل داخلها هنا نعوض به. تمام. تصبحنا هنا 2 مضروبة في الصفر لكل تربيع زايد 5. نقولوا نكتبها باللغة العربية. خلكم تدرسوا هذين. نقولوا هنا بالتعويض عن قيمة س في المعادلة. قيمة س وينها يا طلبة؟ اللي هي تحت النهاية. تمام. 2 مضروبة في الصفر لكل تربيع زايد 5 مضروبة في الصفر ناقص 3. تمام. 2 في الصفر لكل تربيع في الصفر زايد 5 في الصفر بصفر ناقص 3. قديش يطلع لنا الناس معنا؟ ناقص 3. إذا هنا النهاية عندها وجود. عندها شنو يكون؟ بتساوي لنا سالب 3. تمام. نجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول لي نهى س تؤول إلى الواحد عند 4 س تكعيب زائد 2 مضروبة في 2 س تربيع ناقص 16 س زائد 4. هذا كل شيء داخل القوس. خلاص نقول بالتعويض عن قيمة س في المعادلة. أول حاجة تمام. تقعد 4 مضروبة في الواحد لكل تكعيب ناقص زائد 2 مضروبة في الواحد لكل تربيع ناقص 16 مضروبة في الواحد زائد 4 تمام. هطلعنا نستخدم الآلة الحاسبة. هطلع لنا هنا 4 مضروبة في الواحد بواحد زائد 2 ناقص 16 زائد 4. هطلعنا قديش؟ ناقص 6. النهاية قديش بتساوي؟ ناقص 6. تمام. اوكي ان شاء الله سهلة دي. نجي للسؤال الثاني هنا. يقول لي 3. يقول لي نهى س تؤول إلى الصفر عند شنو؟ جدول المعادلة شنو هي؟ 4 س زائد 16. خلاص نستخدم المعادلة مفيش أسهل منها. يقول لي نهى نجي نعوض عن قيمة س. قيمة س قديش؟ بصفر. نجي ناخذ المعادلة نعوض عليها. قلنا أصبح قديش؟ معي هي 4 مضروبة في الصفر زائد 16. 4 في الصفر بصفر زائد 16. شو تطلع لنا؟ جذر 16. جذر 16 قديش؟ 4. واضح؟ هو شيء يكون واضح طبعا. هذه مسألة رقم 2. هذه مسألة رقم 3. ناخذ مسألة رقم 4. المسألة رقم 4 يقول لي شنو؟ نهى س تؤول إلى السالب 1 عند السين تربيع ناقص س على س تكعيب ناقص 1. يجوا نعوضوا بالمعادلة حتى هي نعوضوا تعويض مباشر. يقول لي لا نستخدم الطريقة رقم 2 ما تجيش. تمام. اوكي. يجوا نستخدم الطريقة هدية تاعت تعويض مباشر. في طريقة تانية الحل بها أكيد خلوها لقدام ناخدوها. نجي نحلوا بها. هي الطريقة الأولى دي تعويض مباشر. نعوضوا عن سالب 1 عن كل س. نقول س سالب 1 لكل تربيع ناقص 1 على س على سالب 1 لكل تكعيب
ناقص واحد. ندخلوها بالآلة حاسبة. سالب واحد لكل تربيع فيها واحد. واحد ناقص واحد بصفر. تمام. على السالب اتنين. على السالب اتنين. صفر تقسيم سالب اتنين هتعطينا قديش؟ صفر. هتعطينا قديش؟ النهاية عند وجود عندك شنو قيمة بتساوي لنا صفر. النهاية بتساوي لنا شنو؟ صفر. نجيب السؤال اللي بعد الأخير اللي هو 5. والرقم 5 نهى س تؤول إلى الصفر. ده سؤال فيه فكرة. عند الجذر الثالث للدال س. تمام. قالك حيث، شوف انت اعطيني انها النهاية عند الدال اوف س، عند السين تؤول الى الصفر بتساوي لي قديش؟ 4. بتساوي لنا 4. معناها راهي معناها الدال س. اعطيني قيمة الدال س شو بتساوي لنا 4. نجي ناخذ الدال س شو نعوض عليها؟ نعوض عليها بشني؟ ب4. نعوض عليها شني؟ ب4. هي 2 ولا 1 اللي جنبها 2 يا طلبة، مضروبة في 2. هي تمام ولا؟ هناي نعوض دال س هي اعطيني قيمتها النهاية. قال لي راهي معناها زي الدال س بتساوي لي 4 مثلا زيها. فهمت كيف ولا؟ جي نعوض على الدال س قديش يا طلبة؟ ب4. وين نعوض عليها؟ في النهاية اللي بها عند السين شو بتساوي؟ صفر. هي عندنا س تؤول إلى الصفر. الجذر الثالث الاثنين مضروبة في الدال س. قديش دال س طلعنا؟ طلعت عطينا 4. إذا هناي النهاية س تؤول إلى الصفر عند الجذر التكعيبي للثمانية. 2 في 4 قديش؟ 8. جذر التكعيبي للثمانية قديش؟ اللي هو 2. اللي هو قديش؟ 2. نجي نحل باقي الأسئلة. رقم 6 قال إنها س تؤول إلى 3 عند 3 س ناقص 2 مضروب في جذر السين تربيع زائد 1. أنا عاوز تعويض مباشر. يقدر الأستاذ يقول لك في أساس يقول الحل كالآتي. قلناها س تؤول إلى 3 عند 3 س ناقص 2 في نها مضروبة في نها س في 3 في جذر السين تربيع زائد 1. هي نفسها زي نفسها ندير أنا. هذه مش قايل لك، مش دايرينها احنا وياك هذه يا طلبة. شو ندير أنا في التحليل؟ بدل ما نوزع خاصية نقول خاصية رقم 2 خاصية رقم 3، لما نلقاها بس معادلة بسيطة شو نجي نقول نها نقول الحل كالآتي. نجي نعوض عن قيمة شني؟ نعوض عن قيمة شني؟ السين قديش عاطي لي؟ تقول لي شنو 3. نجي نقول 3 مضروبة في 3 ناقص 2 لكل تحت قوس مضروبة في شنو القوس الثاني اللي هو 3 تربيع زائد 1. نجي ندخلها بالآلة حاسبة. 3 في 3 ب9 ناقص 2 قديش؟ 9 ناقص 2 قديش يا طلبة؟ 6 صح ولا 7؟ 7 مضروبة في الجذر التربيعي ل9 زائد 1. 9 زائد 1 هطلعنا قديش؟ جذر 10. إذا هي شو بتساوي لنا؟ 7 جذر 10. 7 بتساوي لنا جذر 10. إن شاء الله دي تكون واضحة وسهلة. طبعا رقم 7 نفسها، رقم 8 نفسها، ناخذ رقم 9 و10 هاي هذوما نفس بعضهم. نجيو رقم ناخذ رقم 10 أو 9 ولا صح. قولوا نها س تؤول 3 عند السين تكعيب ناقص 3 تكعيب على س تربيع ناقص 9. شو تلاحظ يا طلبة؟ نستخدم قاعدة شين ترى بتاعت نها أن تؤول رقم إلى ألف، صح ولا؟ تؤول إلى ألف اللي هي شنو القاعدة اللي تقول س أس ن على س أس ن، صح ولا؟ ناقص ألف أس ميم على ألف أس ميم. تمام. معناها هنا يضوي يكون 2 سينات. هنا 2 سينات قاعدة نستخدموها حتسوي لي شنو؟ نون دي ميمة، سوري أنا غلطت شوية في القاعدة.
هذه ميم وهذه نون، هاي نمسحها، الرموز غلط فيهم. هي تسوي لنا س أس نون على س أس نون، ميم على س أس ميم، ألف أس ميم، وهنا أس نون. تمام. بتسوي لنا شنو؟ الأس اللي فوق على الأس اللي لوطة في المقام مضروب في العدد اللي هو ألف على الأس اللي فوق ناقص الأس اللي لوطة. تمام، هو المقام. تمام. العدد الألف يا طلبة عندي اللي هو شنو؟ ديما نقدر ناخده من هناي، نقدر نخليها على الصورة 3. تمام. مهم عرفنا أنه نقدر نقولوا أننا ها س تؤول 3 عند السين تكعيب ناقص 3 تكعيب على س تربيع ناقص 9. شنو خلوها 3 أس 2 صح ولا؟ نفس بعضهم. تو هذين 2 ميم وميم، وهذين 2 شنو؟ نون ونون صح ولا؟ والألف قديش 3، الألف قديش 3. خلاص نقولوا 3 على 2 مضروبة في 3 في 3 ناقص 2. 3 قديش ناقص 2. شو تكون واضحة هذه؟ هطلع لنا 3 على 2 مضروبة في 3. 3 ناقص 2 قديشها 1. 3 في 3 ب9 على 2. واضح يا طلبة دي؟ إن شاء الله سهلة دي. نجيله لي رقم 10. يقول النهاية عند س تؤول 2 س أس 10 ناقص 2 أس 10 على س 7 ناقص 2 أس 7. خلاص دي قاعدة واتية اللي هي على الصورة اللي قلنا عليها. س أس نون س نون ناقص ألف أس نون على س أس ميم ناقص س أس 2 أس أو ألف أس شني مين صح ولا؟ أوكي كلام منين. النون طلعناها يا طلبة هي اللي في البسط 10 على الأس في المقام زي بعضها 7 هو ميم. ناخذ الألف قديش 2، ناخذها محسوها هنا، ناخذها من هنا مهم 2. تمام ولا؟ على 10 ناقص 7. أوكي تصبحنا 10 على 7 مضروبة في 2 على 3 أس 3. 7 10 ناقص 3 قديش 7 صح ولا؟ أوكي هتساوي لنا 10 على 7 مضروبة في 8 مضروبة في قديش؟ في 8. إذا هنا يعطينا شنو 80 على 7. 80 تقسيم 7 هطلعنا 11.44. يعني مش شغلنا. أوكي إن شاء الله واضحة. طبعا نحلو هدية فيها فكرة. نها س أس 5 ناقص 204 على س أس 4 ناقص 81. تمام ولا؟ وهنا عندنا السين تؤول إلى 3. السين وين تؤول؟ إلى 3. تمام. هنا ديما السين شو في القانون شو تقول؟ إلى الألف. إذا ألف قيمة ألف قديش يا طلبة؟ 3. واضح؟ إن شاء الله تكون واضحة. تمام ركز معي زين. أنت بتقول كيف 3 صح ولا؟ خلاص نكتب الصورة العامة. إحنا نقول نها س تؤول إلى الألف عند س أس نون ناقص ألف أس نون على س أس ميم ناقص ألف أس ميم. تمام. تمام. النون يا أستاذ عرفناها نها نكتبها زي ما هي س تؤول إلى 3 صح ولا؟ خلينا تشبهها جنبها نكتبها. تمام ولا؟ س أس نون معناتها أس نص 5. تمام ناقص على س أس 4 ناقص الألف وين يا أستاذ؟ أنت قلت لي الألف هناي ولا نكتب 3 هناي؟ به وهنا نكتب لوطة شنو 3. تمام أوكي. هناي 3 هنا شوف أنت في البسط هناي نون ونون نون ونون صح ولا؟ إذا كانت نون ونون هناي طلبة معناها شو بيكون؟ مشابهات الأرقام صح ولا؟ معناها هناي 5 على 3 شو بيكون؟
حيكون أكيد أوريدي 5. على السين 4 حيكون على 3 قديش 4. لو أنت درت الآلة حاسبة 3 أس 5 حيطلع لي قديش 243. ولو درت 3 أس 4 حيطلع لك اوريدي 81. واضح؟ واضح. هنستخدم القاعدة دي ونقول 5 على 4 مضروبة في 3 في 5 ناقص 4 اللي هي قديش 15 على 4. 5 ناقص 4 فيها 1. 3 أس 1 ب3. 5 في 3 قديش 15 على 4. تمام. نجي للسؤال الثاني. سؤال فيه فكرة. نهى س تؤول إلى 2 في س سالب 5 على س ناقص 2 زائد 1 على 32. تمام. تمام. ركز معي يا طلبة شوية. تلاحظ أنا الأس شو بيكون؟ بيضوي يكون بشنو؟ بالسالب. هنا 1 وهنا 1. تمام ولا؟ وفوق شو بيكون؟ الأس بالسالب. صح ولا؟ تمام. ضوي نحول 31. ضوي نحول 31. كيف نحولها 31؟ بنديرها على صورة ألف أس نون. صح ولا؟ كيف ندير؟ عندنا احنا أول حاجة يا طلبة الخطوة رقم 1 نكتبها كيف ما هي. س أس تولي 2 عند السين تولي سالب 5 زائد 1 على 2 أس قديش 5 اللي هي بتساوي لي قديش 1 2 أس 5 حساوي لي قديش 32 على س ناقص 2. احنا واخدينها هناي لما بنرجع حاجة مثلا عندي ألف 1 على ألف حيساوي لي كلها شنو ألف والسالب 1. صح ولا؟ أي حاجة لما بنرجعها إلى المقام من المقام إلى البسط نرجعها بنفس الأس لكن شنو بالأس السالب. أي بنرجعها شنو بالأس السالب. تمام. تقعد لنا نها س تؤول 2 عند السين أس سالب 5 ناقص أو زايد سوري زايد. تمام. س 2 أس سالب 5 رفعنا 2 إلى الأعلى. تمام ولا؟ أو الأس شنو رفعناها بالسالب. أوكي على س ناقص 2. تمام. تصبح لنا هناي سالب 5 الأس في البسط على الأس في المقام 1 مضروب في 2 أو 2 في سالب 5 ناقص 1 حيطلع لنا سالب 5 مضروبة في 2 أس سالب 6. ما يقولش 1 أنا يعني نضرب 2 في 6 في 5. خطأ دي. نردها لأصلها تقعد لنا سالب 5 على 2 أس 6. صح ولا؟ حطيناها في المقام حطلعنا قديش سالب 5 على 2 أس 6 حطلعنا قديش 64. حطلعنا قديش 64. إن شاء الله تكون واضحة يا طلبة دي. نجي للفقرة الأخيرة. سؤال مهم حتى هو. نهى س تؤول إلى 1 عندما ركز معي السؤال هذا مهم يجوا في ديما الأساتذة. س بتساوي 17 على 2 ناقص س بتساوي 5 على 2 على س بتساوي 11 أس 2 ناقص س أس نص. تمام. أوكي. جو ناخدو عامل مشترك. عامل مشترك. طبعا احنا بنستخدم قاعدة بتاعت نون على ميم مضروبة في الألف في نون ناقص ميم. تمام. وخلوها على الصورة هذه. تمام. ضوي هنا لما نخليها على الصورة هذه ضوي شنو في هنا ألف. هو الألف ضوي نخلي هنا مكان شنو مكان السين أس سالب 5 على 2 شنو 1 والسين أس نص ب1. تمام. اتفقنا هيك صح ولا؟ اتفقنا. تمام. نهى س تؤول 1. تمام. كيف نخلي س أس 5 على 2 كيف نخليها 1؟ ناخذها عامل مشترك
تكون س 5/2. أفتح قوس وسكر قوس. فول بس شو ندير؟ ناخذ حتى هي نفسها، لكن مش نفس اللي أخذ عامل مشترك. ناخذ س أس نص ونسكر قوس ونفتح قوس. تمام. إن شاء الله هي تكون واضحة. إن شاء الله شو تكون واضحة. تو ناخذ عامل مشترك س 5/2. خلينا منها عامل مشترك اللي هو 17/2. خلينا منها 5/2. شو قعدتنا؟ س أس 6. كأنك قلت انت هناي س، لاحظ هنا نكتب لك س 17/2 تقسيم س أس 5/2. في حالة هناي القسمة نقص الأسس، خلي الأس كيف ما هو. نقول 17/2 ناقص 5/2. تمام. هيطلعنا قديش؟ س أس 6. واضح؟ واضح. س 5/2 تقسيم س على 5/2 فيها 1. إن شاء الله واضحة دي. أوكي. نجي للثانية نفسها. قلنا س 11/2 على س 5/2 نص. سوري نص. كأن قلنا س 11/2 ناقص نص. كأن قلنا شنو بتساوي لنا؟ س 11/2 ناقص نص قديش هي طلبة؟ فيها 5. إذا هنا س على 5 ناقص 1. إن شاء الله واضحة يا طلبة دي. إن شاء الله واضحة. تمام. نجيو هناي نختصره. نقولوا نهى، ركز معي زين، الخطوة اللي بعدها نهى س تؤول إلى 1. هناي 5/2 نقدر نختصرها على شنو؟ هاي نص ولا قولوا 5/2 ناقص نص. ناقص نص قديش هي 2. إذا هناي في المقام قديش قاعد لي؟ س أس 2. بالعامية مشت لي يقول س شنو تربيع. س تربيع على س أس 6 ناقص 1 على س 5 ناقص 1. تمام. تمام. هاي نجي هناي نعوض. نقولوا نهى، نستخدم الخاصية. نقولوا نهى س تؤول إلى 1 عند س تربيع مضروبة في شنو؟ في نهى س 6 ناقص 1 على س أس 5 ناقص 1 عند س تؤول إلى 1. تمام. تمام. نجي نعوض على س نهى تؤول على 1 معناتها تقعد مضروبة في 1 تربيع، صح ولا؟ تمام. مضروبة في شنو؟ 6 على 5 في 1 في 6 ناقص 5 اللي هي قديش تساوي لنا يا طلبة؟ 6 على 5. واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. وهي إجابة التمارين 5000.